السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنعمل شنطة خفيفة جدا وسهلة في الشغل. شنطة تنفع للمصايف وتنفع للجامعات. الشنطة دي هنستخدم بيها خيط زين، خيط ده قطن 1.5 ملي. تقدر تستخدمي أي خيط مناسب. أنا هستخدم هنا للخيط دوت إبرة مقاس 3.5 ملم ألمونيوم. لو مرش في قناتي، أنا قناة كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. لعمل الشنطة أنا هعمل عقدة بداية وهعمل 43 سلسلة. طبعا لو هتستخدمي خيط مختلف، خيط أكبر شوية، هتقللي عدد السلاسل. طبعا بعد ما بخلص القاعدة هوريكي مقاس القاعدة بالسنتي كام سنتي. هنا هشتغل 43 سلسلة. أنا اشتغلت هنا 43 سلسلة. هبدأ ألف الخيط على الإبرة وهشتغل في السلسلة رقم 4 بغرزة عمود بلفة. أنا هنا هشتغل في الدور أو في القاعدة هشتغل بغرزة العمود بلفة. هشتغل في كل سلسلة غرزة عمود بلفة لنهاية السلاسل. تقدر تشتغلي بغرزة الحشو عادي، بس طبعا عدد السطور في مقاس القاعدة هيزيد. طبعا في نهاية القاعدة هوريكي مقاس القاعدة قد ايه. أنا هنا هشتغل فوق كل سلسلة غرزة عمود بلفة لنهاية السلاسل. أنا هنا خلصت أول سطر. هبدأ هنا ارتفع 2 سلسلة ارتفاع السطر وهلف الشغل. هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في أول غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هخرج من أول لفتين ومن آخر لفتين. هلف الخيط على الإبرة وهشتغل غرزة عمود بلفة. هشتغل بنفس النظام لآخر الدور بالشكل ده. هشتغل انا هنا اشتغلت 7 سطور بغرزة العمود بلفة. لو هتشتغلي بغرزة الحشو ممكن تشتغلي 14 سطر. هنا كان طول القاعدة 28 سنتي والعرض بتاعها كان معايا 7 سنتي او 8 سنتي بالشكل ده. تمام. لو هتشتغلي طبعا بغرزة الحشو تقدري تنفذي المقاس المناسب، وطبعا حجم الشنطة بيرجع ليكي. انا هنا هلف القاعدة بغرز الحشو. تمام. هرتفع سلسلة وهاجي هنا في غرزة العمود ديت هشتغل فيها 2 غرزة حشو بالشكل ده. هتلاقي السطر اللي بعده في ارتفاع عندي هنا هشتغل فيه 2 غرزة حشو، وهنا السطر اللي بعده هتلاقي فيه غرزة عمود هشتغل فيها 2 غرزة حشو. يعني في كل سطر هشتغل 2 غرزة حشو. انا هنا في الزاوية هشتغل فيها 3 غرزة حشو. انا هنا في كل زاوية هعمل فيها تزايد 3 غرز حشو في نفس المكان، وبعد كده هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل للزاوية المقابلة وهشتغل فيها 3 غرز حشو. انا هنا وصلت للزاوية وهشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس المكان بالشكل ده. انا هنا هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزتين حشو زي ما احنا متفقين. يعني هنا ارتفاع العمود بشتغل فيه 2 غرزة حشو. هشتغل لنهاية السطر ولحد ما اوصل للزاوية، وهشتغل في الزاوية 3 غرز حشو.
هشتغل 3 غرز حشو في الزاوية، وبعد كده فوق كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر زاوية. انا هنا اخر زاوية اشتغلت فيها كنت بادئة فيها بغرزة حشو، انا هنا هشتغل فيها 2 غرزة حشو عشان يبقوا معايا 3 غرز حشو، وبعد كده هنا هقفل السطر بالشكل ده بغرزة منزلقة. هرتفع بقى هنا 3 سلاسل عشان نبدأ نعمل جسم الشنطة، وهنا الغرزة معايا هنشتغل هنا الغرزة مفرغة شوية. انا ارتفعت 3 سلاسل وهشتغل غرزة كمان، الغرزة دي وهي هتبقى ما بين العمود، هفوت بقى غرزة وهشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة، وهاخد سلسلة وهفوت سلسلة وهشتغل غرزة عمود بلفة. يعني كده هنشتغل عمود سلسلة، هنفوت سلسلة من تحت وهنشتغل عمود سلسلة، وهكذا بالشكل ده. سلسلة، فوت سلسلة من تحت قصادها وهشتغل غرزة عمود بالشكل ده. سلسلة، افوت سلسلة من تحت، هشتغل غرزة عمود. هاجي هنا بقى في الزاوية، انا عندي هنا 3 غرز حشو في السلسلة، في الغرزة رقم 2 هشتغل فيها عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس المكان. يعني هنا الزاوية هنا هشتغل فيها عمود سلسلة عمود بالشكل ده، وبعد كده هرتفع سلسلة وهفوت سلسلة غرزة من تحت وهشتغل غرزة عمود بلفة. هشتغل بنفس النظام لحد ما اوصل للزاوية المقابلة، وهشتغل فيها بنفس الطريقة، اخلص السطر لحد ما اوصل للغرزة المقابلة. انا هنا وصلت للغرزة المقابلة، منساش السلسلة ما بين الشغل. هشتغل في الغرزة رقم 2 في ال3 غرز حشو في الزاوية، هشتغل فيها عمود سلسلة عمود بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة وهفوت سلسلة من غرزة من تحت وهشتغل في الغرزة اللي جنبها عمود بالشكل ده، وهشتغل بنفس النظام لحد ما اوصل للزاوية وهشتغل فيها عمود سلسلة عمود، وبعد كده هشتغل في بقية الغرز نفس النظام. انا جيت هنا لاول غرزة انا اشتغلتها، خلاص هرتفع سلسلة، وانا كنت هنا مرتفع 3 سلاسل في نفس المكان ارتفعت منه 3 سلاسل، هشتغل فيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده، وبعد كده هرتفع سلسلة وهقفل في السلسلة رقم 3 من الارتفاع. يبقى كده المكان ده انا اكني اشتغلت فيه عمود سلسلة عمود بالشكل ده زي بقية الزاوية. من نفس المكان هرتفع 4 سلسلة اللي هو 3 سلاسل ارتفاع والسلسلة ما بين العمود، السلسلة رقم 4. بعد كده هبدأ اشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة وما بينهم سلسلة سلسلة، وفوق العمود غرزة عمود بلفة، وبعد كده سلسلة فوق العمود غرزة عمود بلفة، وهشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للزاوية. والزاوية بنشتغل داخل الفراغ عمود سلسلة عمود بالشكل ده. طريقة الشنطة هي بنكرر نفس السطر او نفس الشغل كلها لحد نهاية الشنطة. طريقة سهلة جدا. هنا في الزاوية زي ما احنا اتفقنا هنشتغل داخل هنا الفراغ عمود سلسلة عمود، يبقى الشنطة هنشتغل عمود سلسلة عمود، وفي الزاوية في نفس المكان عمود سلسلة عمود بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة وبعد كده هشتغل فوق العمود عمود بالشكل ده، وهبدأ اشتغل سلسلة وفوق العمود عمود لنهاية السطر، وفي الزاوية بشتغل في نفس المكان عمود سلسلة عمود.
انا هنا جيت عند الزاوية هشتغل فيها عمود، سلسلة عمود داخل الفراغ. هنا جيت عند اخر السطر بالشكل ده، هلاقي نفسي في الفراغ طالعه منه 3 سلاسل. هشتغل في الفراغ هنا جرزة عمود بلفة، وهعمل سلسلة، وبعد كده هقفل في الجرزة رقم 3 او في السلسلة رقم 3 من ارتفاع السلاسل جرزة منطلقة. هتبع نفس الطريقة في كل الشنطة. هرتفع عدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس المناسب، وهنشوف مقاس الشنطة اللي احنا خلصناه وخدنا كام دور. انا هنا خلصت الشنطة، ارتفعت عدد من السطور. طبعا هنا المقاس معايا كان بالسنتي، عمل معايا طول حد القاعدة 24 سنتي من اول القاعدة لحد نهاية الشنطة، عمل معايا هنا 24 سنتي. طبعا تقدري تكبري او تصغري براحتك. خلاص. طبعا العرض احنا كنا عارفين ان العرض معانا كان معايا 28 سنتي. تمام. انا هنا في اخر سطر هبدأ اشتغل جرز حشو، بس اقفل السطر بجرز الحشو. ممكن تستغني عن الخطوة دي. هرتفع هنا سلسلة، وهبدأ اشتغل فوق كل جرزة جرزة حشو. يعني انا عندي هنا في السلسلة هشتغل فيها جرزة حشو، وفي العمود غرزة حشو بالشكل ده، وفي السلسلة جرزة حشو. هشتغل لنهاية الدور بغرز الحشو. انا هنا خلصت السطر، وهبدأ اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو. هلف الدور هنا بغرز المنزلقة. طبعا غرز الحشو ممكن تستغني عنها وتبدأي تشتغلي بغرز المنزلقة. السطر اللي هشتغله ده تشتغليه على طول. هبدأ اشتغل في اللفة الخلفية فوق كل غرزة غرزة منزلقة، بسحب الخيط وبخرجه من اللفة اللي معايا على الابرة بالشكل ده. هلف الدور كله بغرز المنزلقة في اللفة الخلفية. خلصت هنا السطر بتاعي كله بغرز المنزلقة بالشكل ده. هبدأ اعمل هنا المقاسات اليد. خلاص. انا هعد هنا العواميد بتاعتي، وهبدأ انصف العواميد عشان اعمل الشنطة. هعمل هسيب هنا 7 فتحات من الناحية دي، واحط هنا الماركر، ومن الناحية التانية برضو هسيب 7 فتحات واحط الماركر. تمام. عشان ابدأ اعلم المكان اللي هعمل فيه يد الشنطة. في الجهة المقابلة هعمل نفس الطريقة، هحط الماركر في نفس الاماكن. انا هنا بعد ما علمت تمام، هبدأ اشتغل بغرز المنزلقة لحد ما اوصل لاول ماركر معايا. هشتغل في اللفة الخلفية.
انا هنا وصلت لحد الماركر بالشكل ده. هبدأ ارتفاع 70 سلسلة عشان اعمل حجم الحزام او اليد. طبعا الحجم يرجع لك، المقاس اللي انا هستخدمه ده يعتبر مناسب بالنسبة لشكل الشنطة. انا اشتغلت هنا 70 سلسلة. هبدأ بقى اظبط هنا السلاسل بتاعتي، وهقفل اهو جنب الماركر بالظبط، هقفل بجرزة منزلقة بالشكل ده. هشتغل بقى فوق كل غرزة جرزة منزلقة في اللفة الخلفية لحد ما اوصل للماركر من الناحية المقابلة. انا اشتغلت هنا لحد الماركر. هبدأ ارتفع عدد من السلاسل بنفس المقاس، هرتفع 70 سلسلة. طبعا انا كده خلاص بقيت مش محتاجة الماركر وهبدأ اشيله. هرتفع هنا 70 سلسلة. هنا هقفل جنب الماركر بغرزة منزلقة بالشكل ده، وبرضو هشتغل فوق كل غرزة غرزة منزلقة لحد ما اوصل للسلاسل. انا هنا وصلت للسلاسل. هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. تمام، فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل هعمل 70 غرزة حشو، يعني فوق كل سلسلة هعمل غرزة حشو. انا هنا جيت لاخر كام غرزة بوريكم انا اشتغلت فوق كل غرزة غرزة حشو. انا كنت في بداية السلاسل كنت بعمل تحت السلاسل مباشرة، لا الافضل تعملي داخل الغرزة، الافضل تعملي داخل الغرزة بالشكل ده. فوق كل غرزة داخل الغرزة نفسها غرزة حشو عشان تديكي عدد السلاسل المظبوط واليد مظبوطة بالشكل ده. هفوت هنا غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة بالشكل ده عشان تديني اليد مظبوطة. بعد كده هشتغل بنفس الطريقة فوق كل غرزة في اللفة الخلفية غرزة منزلقة لحد ما اوصل لليد المقابلة. انا هنا خلصت اليد التانية بنفس النظام بنفس الطريقة بالظبط. طبعا هلف تاني اليد بغرز حشو الاتنين، هعمل تاني سطر كمان بغرز الحشو عشان اعرض شوية اليد. تمام، انا هنا خلصت. بعد ما خلصت هنا اليد الاتنين كده خلصتهم بالشكل دوت، وعملت كده صفين من غرز الحشو على اليد. هفصل بقى الخيط وهبدأ اثبت بقى الخيط واقفل الشنطة وانهي الشغل. كده الشنطة بتاعتي بعد ما خلصت. ممكن تحطي اي لوجو عندك او تسيبيها كده سادة. انا هحط اللوجو ده هنا وهبدأ اثبته. لو لسه مكملة معايا لحد هنا عايزك تدعميني باشتراك ولايك، وتكتبي لي تعليق محفز، وتقولي لي من اي بلد بتشاهديني، وكمان تكتبي لي عايزة اعمل ايه في القناة لسه ما عملتهوش. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.